لبن الحمار فخد تعبين الريحه دي يعني وكده. دي بسبب الجبنه دي ولا ايه؟ متعبه، حاجات متعبه قوي والله، بطني وجعت. سناكس بيض. اهلا وسهلا بيكم، ازيكم في حلقه جديده في قناه اليوتيوب. هو مش اليوتيوبر بيعملوا كده؟ بقول لكم ايه، وحشتني بقى ايه سلسله التجارب اللي هي الحاجات الاسيويه وكده، فيلا بينا نجربها. بعد النجاح الساحق للفيديو اللي عملناه قبل كده تجربه منتجات الصيني، كان في طبعا فيها ايه منتجات حلال ومنتجات مش حلال، كان في اصلا في يعني فاصوليا حرام اصلا وشويه حاجات كده. الفيديو الصراحه جاب مشاهدات عاليه جدا والفيديو عجبكم قوي، فحبينا بقى ايه نطور منها شويه ونكمل بقى فيها. جبنا بقى منتجات ايه اسيويه كلها، تعالوا نجربوها. انا عايز اقول لكم ان الشنطه اللي انتوا شايفينها دي انتوا ممكن تستقلوها، بس الشنطه دي ب 1700 جنيه فيها شويه منتجات اسيويه مش عاديه، حاجات انت اول مره تشوفها في حياتك، ولسه فيها كمان اصلا حاجات في الفريزر. بقول لكم ايه، تعالوا سريعا كده نشوف جبنا ايه. ده دول كده ايه اصلا شويه منتجات تانية موجوده في الثلاجه وفي الفريزر، احنا جبناها برده معانا، بس ايه حطيناها عشان ما ينفعش ايه تفضل بره التجميد. ده منتج اسيوي تحسوا ايه هندي كده بالنقطه اللي في النص دي. بصوا بقى، احنا جبنا موتشي شوكليت او موتشي شوكولاته، قولوها بقى ايه زي ما تقولوا. جبنا بقى كمان موتشي بيستاشيو. جبنا بقى كمان البتاع دي صراحه من مش عارف اسمها، نسيت اسمها، بس دي المفروض عجينه ومن جواها بقى شوكولاته. بتدخل بقى ايه في الميكرويف، بتدخل على 3 مراحل. بتدخل ميكرويف تسخن شويه، بعد كده بتطلعها تسيبها تاني وبتدخلها تاني ميكرويف، وبعد كده بتطلعها تالت مره، بعد كده بتدخلها تالت الميكرويف وبتطلع. مش فاهم ايه العذاب ده. وبقى موتشي ده مصري عادي يعني، موتشي ده مش اسيوي بس هم بيبيعوه، وانا جبته ايه مع الشيله. ده بقى المشروب اللي قلت لكم عليه، مشروب ايه الجوز هند. بصوا كده، هو اول حاجه احنا جبناه ايه فخد تعبين، مش عارف شكلها غريب لونها غريب فخدت تعابين. بصوا ده بقى ايه، ده بلح بحر بس صيني، ده جيلي عادي، ده ملوش اي دعوه باي حاجه. طبعا كل اللي انا قلته ده كذب، ولا دي فخدت تعابين ولا ده بلح بحر، كل دي حاجات بتتقال شبه ايه، شبه الحنكوش فنكوش كده. بص ده منتج ايه، انا والله ما اعرف ده ايه، انا مش شايفه. ده الشيبسي كده. ده يا جماعه شبه منتج موجود زمان يا جماعه واحنا صغيرين، جيل الالفينات بقى وقبل الالفينات، كان بيبقى في كيس صغير كده النص ده، وبيجي معاه كيس كاتشب، بتمسك القطعه كده وبتحط ايه كاتشب على الوش وبتاكله. هوريكم يعني، انتوا مش فاكرين هتفتكروا. دي المفروض ان هي حاجات ايه بتفرقع في البق. في برده كمان المنتج ده برده يطلق عليه حاجه سناكس. ده بقى ايه سناكس بالبيض، مش عارف الصراحه ايه سناكس بالبيض ده برده ايه، ده سناكس المفروض ان هو ايه سبايسي. ده عامل شبه الجوليو بتاعنا يا جماعه بتاع زمان. احنا بصوا احنا ايه هنرجع الذكريات مع بعض سوا. ايه تاني كمان، لا دي كيكه لقيتها ايه عاملين عليها عرض ب 20 جنيه، شكلها ما بتتباعش عندهم. برضو ايه شويه منتجات كده صغنونه كده صغيره ايه، برضو حاجات برضو ايه اسيويه برضو. اخر حاجه بقى يا جماعه ايه لبن الحمار. يا جماعه انا بهزر ايه، انا بهزر كتير. ده لبن الجوز هند، يعني مش عارف هي مسكتها ازاي، شكلها غريب قوي. تعالوا نبدا بالحاجه اللي هتسيح اللي هو الموتشي. بصوا ده موتشي شوكليت بيجي في علبه كده اهو. بصوا ده شكله عملاق قوي. هي لسه الايس كريم اللي فيها تلج، كانت المفروض ايه تفك شويه 5 دقايق مثلا كده، ايه الايس كريم اللي فيها يفك سنه. بسم الله سناني هتتكسر. خطير. ايه ده ايس كريم يا جماعه، طعمه تحفه. عجينه الرز اللي بره بتاعت الموتشي طعم الشوكليت فيها باين قوي، طعمها خطير، عجبتني قوي تصدقوا. شكل الريسيت اصلا عامل ازاي، تحس ان هم بيحاسبوك بالدولار. موتشي ايس كريم عامل 70 جنيه. تعالوا ندخل على البيستاشيو برضه نفس السعر ب 70 جنيه. دي متفرزنه قوي دي، بص شكلها. شكلها طعمها غريب قوي، طعمها قريب قوي للسوداني، حاسسها بالسوداني مش بالبيستاشيو. تعال نجرب الموتشي بقى ايه المصري. بص شكله، بص شكل الموتشي. نهار امتى موتشي يبقى شكله عامل كده. هي ريحه الفراوله جامده جدا، تحسها فراوله حليب مثلا. انا كنت فكرها ستروبري، طلعت اصلا بالبابل جام. خطيره. ايه ده حلوه قوي، ايس كريم بابل جام طعمها تحفه. بصوا تعالوا ندخل بقى على ايه، على المشروب ده موجو. ده المفروض ان هو مشروب جوز هند، جواه بقى ايه قطع جوز هند. كوبايتك بقى ايه الجميله وتلج. نفتحها بقى. مش عارف ليه مشروب جوز هند يكتبوا عليه حلال. اوه بص شكله طعمه وحش قوي، وده مش جوز هند اللي جوه، ده جيلي، طعمه وحش قوي. تعال ندخل على دي، بص شكلها ريحتها غريبه. بسم الله. باين عليه ان هي فيها قهوه كتير. بصوا مكتوب برضو عليه حلال. وحش قوي، مش عارف انا باكل ايه. عارفين يا جماعه انتوا جلده ذات، انا حاسس ان انا بجلد ذاتي. تعال نشوف ده. دي شكلها حلو، ريحتها بالظبط شبه كيكه كنا بنجيبها واحنا صغيرين بس كانت رخيصه جدا. مش فاكر الصراحه اسم الكيكه دي، بس اللي منكم فاكرها يكتب في الكومنتات. بسم الله. حلوه قوي، هي فيها شوكولاته من جوه قريبه قوي الكيكه بالزبده احنا كنا بناكلوها، كان اسمها دورو حاجه شبه كده. دي المفروض ان هي كيكه صغيره بالشوكليت تقريبا. يا اختي جميله. ايه ده يا جدعان، في فيديوهات بتظهر لي الناس الصينيه بيجيبوا المنتج وبيحطوه على الاعلان وبيشوفوا هل هو ولا لا، فكان المفروض انا اعمل كده. ده ايه الاعلان وده الحقيقه. بسم الله. وفين الطعم؟ ما انصحش حد بيها دي خالص. ده انا جايب منها كتير، ده في منها بالبيستاشيو. تصدقوا يا جماعه ان الاختراعات دي وصلت اسيا برضه؟ هتحطها جنب المنتج تصدقوا قد الاعلان بالظبط. بسم الله. البيستاشيو جاي من بعيد، تحس حته فستقيه صغيره كده فرمينها على 1000 واحده. لا وحش. ستروبر منتج صغير قوي. الحمد لله ان هم خدوا لبن الجوز هند. بصوا احنا جبنا ايه دلوقتي،
كوبايه ونشوف لبن العصفور ده بيقول ايه. لبن الجوز هند. يا نهار ابيض، بس احنا بهدلنا الدنيا حرفيا. هي ريحه جوز هند قويه جدا. حاسس ان انا ايه بشرب جوز هند معصور جامد قوي حرفيا. حاسس ان انا جايب جوز هند وعصره شبه البرتقال كده بالظبط. هو تقيل قوي. بصوا ده المفروض ان هو منتج بيفرقع يعني وكده. ريحته وحشه قوي. عامل شبه اللي بيتعمل بالسوشي. ريحته زفره قوي. عارفين انا حاسس ان انا باكل ايه؟ بساريه مطحونه حرفيا. دي بساريه بالجبنه دي ولا ايه؟ ماله المصري يا جدعان؟ المفروض ان دي حاجه سبايسي قوي. بسم الله. ريحه وحشه قوي. ايه ده؟ الريحه قلبت لي بطني. انا لو بجلد ذاتي مش هعمل كده. الحاجات متعبه، حاجات متعبه قوي. يا ابني الريحه دي. بص العصاره بتطلع عصاره كوليسترول في السما. انا مش فاهم يا جدعان انتوا بتعذبونا كده ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بطني وجعتني والله بطني وجعتني. او ده المفروض سناكس بالبيض يا جدعان، بالله عليكم كفايه اختراعات. ده المفروض سناكس بيض مش بالبيض، لا سناكس بيض يعني. ده تقريبا بيض. ايه يا رب يطلع حلو. ايه ده؟ طعمه غريب قوي. طعمه يا جماعه اول ما ادوقها في حياتي. تحسه بسكوت على فوم. بص شكله. مش عارف الصراحه حد فيكم جرب قبل كده سناكس بيض؟ ده نسيبه ايه حد عزيز علينا، نديله ايه ويلكم سناكس. نخش على الجوليو. مفيش حد في البيت طلع، الدنيا تمام. هو شبه الجوليو بالظبط. الدنيا ده طعم جبنه. هو تحسوه ايه طري قوي. طعم الجبنه البصل فيه كتير قوي فبيسيب ايه افتر ديست بصل في بقك. تعالى على ده عامل كده ليه؟ هو ده تقريبا ياباني يعني حاجه شبه كده. بص شكله عامل ازاي. ريحته وحشه قوي صفر قوي. ده بايه؟ ده بطعم ايه؟ عارفين لما تجيبوا سمك وبواقي السمك دي تقعد اسبوع مثلا وتطلع ريحه بقى والكلام ده كله؟ هو ده اللي انا باكله. بواقي سمك معمول منها سناكس. الحاجات دي هتموتني. يبقوا اسالوا عليا بعد الفيديو. ده ايه ده؟ بص شكله. المفروض ده سناكس برضه. الحاجات دي عايزه جزار يقطعها. ريحته غريبه. ده بايه ده؟ هي المفروض ان دي سويت بوتيتو صنع في كوريا الجنوبيه. وجدت في احدى الشركات التي ايضا بتصنع المقرمشات والسمك ومكسرات الشجر والسوداني وبيض وحليب. مش فاهم حاجه يعني. مصنع بيصنع بيض وسمك يا جماعه. انا حاسس ان انا فيما بعد يعني هجيب منتج شبه ده الاقي تعابين بتلعب فيه كده وعماله تجري. ايه الهبل ده؟ ده بطاطس مسكره يا جدعان. انا حصل فيا ايرور كبير جدا والله تعبت. تعالى ايه على اخر منتج بس عشان يا جدعان افتحوا بقى. ده ايه ده كمان؟ فود ده شيبس يعني عندهم. فود ده سناكس بطعم الجمبري. بصوا هتلاقوا هنا مكتوب ايه مصنع في كوريا الجنوبيه. عايز اقول لكم ان معدتي قلبت اول. مش عارف بجد الناس ازاي الكوريين بياكلوا الحاجات دي. مش هقدر اكله الصراحه يعني. بطني قلبت جامد قوي. الفنكوش. بص انا من رايي دي سيبها نجربها في مره ثانيه هي والجيلي. خلينا ندخل سلام بقى كده ايه على الفنكوش. تعالوا نجهز زيت بقى كده ايه ونقوم نعمله. تحسها تركن ده. ايه ده؟ ايه ده؟ بيعمل كده ليه؟ بيتضرب احجام مش طبيعيه. احجامهم يا جماعه مش طبيعيه. بصوا بتبقى قد ايه من قد ايه لقد ايه. هي تحسها ايه بقت رغيف عيش. نفشت بشكل فظيع. حتى كمان الحنكوش طعمه وحش. طعمه غريب قوي. تعال نجرب اللي على شكل ورد ده. واحد طعمه عامل شبه الفجل والتاني بالبصل. يا جدعان المنتجات المصري صدقوني ما في احلى منها. عن تجربه بقى ما فيش احلى من المنتجات المصري. بس كده بقى يا جماعه دي كانت تجربه بقى ايه المنتجات الاسيويه. الصراحه تجربه فظيعه. يا ريت يعني تكتبوا لي في الكومنتات اجرب منتجات تانية. بلاش البلاد الاسيويه دي، خلينا في بلاد عربيه. وبس كده يا جماعه كان معاكم جون ناصر. سلام.